صباح الخير، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة. أهلًا يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. وحشتوني جدًا من آخر فيديو. النهارده أنا جاية لكم بفيديو جديد، روتين يومي كده إن شاء الله يعجبكم ويكون كده خفيف على قلبكم. أولًا عايزة أشكركم على الفيديو اللي فات، مبسوطة أوي بتعليقاتكم الجميلة، وبجد دعواتكم الحلوة دي على راسي، على راسي، على راسي. ربنا يسعدكم كده ويجبر كده بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري بالدعوات الحلوة ديّة اللي أنتم عمالين تدعوها لي. وعايزة طبعًا أرحّب بكل الناس الجديدة اللي دخلت القناة عندي أو أول مرّة تشوفني، فنوّرتوني كده وإن شاء الله عيلتنا تكبر كمان وكمان. المهم بقى قبل ما أبدأ الفيديو ونشوف هنعمل إيه النهارده، عايزاكِ تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلِك كل حاجة أنا بانزّلها، تمام؟ وإن شاء الله هاحاول ألتزم معاكم بإذن الله، بإذن الله الفترة اللي جاية بقى دي ما تنزل المدرسة والدنيا تهدى كده وأبقى فايقة كده إن شاء الله، ونعمل فيديوهات حلوة كده مع بعض. فعايزاكِ تتأكدي أنتِ مشتركة في القناة ومفعلة الجرس وتعملي لايك حلو قوي وجامد للفيديو دوت وكومنت حلو زيك، وتعالوا كده نبدأ اليوم مع بعض. فتحت الشبابيك وهويت البيت وقلت بقى ادخل على المطبخ، استغل كده ديما نايمه واياد نايم، وافطر كده يا جماعه لوحدي لوحدي من غير اي حد كده، واشرب كده كوبايه شاي بمزاج. كوبايه الشاي اللي بقت تبرد قبل ما اشربها، وبقيت اسخن في الميكروويف. انتوا متخيلين اعمل كوبايه الشاي ما اركنها واقوم اعمل اي حاجه واتلهي مع العيال وشكرا بقى على كده، وافتكر ان انا كنت عامله كوبايه شاي نفسي اشربها واقوم اسخنها في الميكرويف واشربها. فقُلت بقى إيه، أنا هاقوم بقى واستغل أنا مش هاعمل حاجة في البيت في يومنا كده شغالين مع بعض. بس قُلت الأول الرخامة بصراحة شكلها ما كانش لطيف ولا البوتاجاز، اليوم اللي قبله كان عندي أكل بايت فما طبختش، فأمّا جيت بقى عارفين اللي هو أنا ما عملتش بقى أكل في المطبخ وما عكيتش كده ولا بهدلت البوتاجاز والرخامة أوي. ده كله بقى اليوم اللي قبله اللي هو العادي، تسخين الأكل، عامل فطار، حاجات كده يعني ما كانتش قوية أوي. بس ما جيتش جنب الرخامة ولا البوتاجاز ولا لمعتهم ولا أي حاجة. جيت بس على آخر اليوم في اليوم اللي قبله رحت لميت بقى المواعين اللي عملتها على مدار اليوم وبقية الأكل والكوبايات وأي حاجات كده افتكاسات بعملها كده في يومي، لميت كله في الغسالة. وقلت بقى ايه، خلاص بقى مش لازم بقى، لو انا بكره بقى لما اصحى ان شاء الله هبقى اعمل الرخامه كده والمعها. فشكلها ما كانش لطيف ويعني ما ينفعش يعني نروق كده الرخامه والمعها، ما خدتش وقت. قُلت بقى أعمل فطار، بقى لي كتير ما عملتش بيض أومليت وكان وحشني، فقُلت أعمل فطار كده يكون مغذي ومفيد، ما كانش عندي. ويمكن كمان قُلت خلاص أنا إيه عقبال ما أطلب البيض وييجي لي أكون أنا إيه لمّعت البوتاجاز والرخامة كده على السريع. فخلّصت هنا بقى عملت بقى بيض إيه، بُصّوا بقى بشوية سمنة كده حلوين، وحطيت البيضتين وحطيت رغيف العيش الحلو البلدي ده، وحطيت في النُص جبنة شيدر. بُصّوا كان طعمهم خطير، ميكس جامد جدًا وزي ما أنتم شايفين كده، ساحت بقى ومش قادرة أقول لكم كان طعمها حلو إزاي. قُلت باعمل كوباية الشاي ألحق أشربها، ألحق أشربها قبل ما العيال يصحوا. فأساسي يعني أساسي الشاي بلبن ده يا جماعة العشق، العشق اللي الواحد من وهو صغير كده متربي عليه. ما ينفعش يوم يعدّي من غير ما أشرب كوباية الشاي بحليب دي، عارفين تحسّوا إن في حاجة ناقصاني. وده كده كان الفطار بتاعي، والله كان مشبع جدًا، قعدت فترة طويلة عقبال ما عملت الغدا وكلت، إن أنا كلت كده وجبة دسمة. بس كده ده كان الفطار بتاعي الحمد لله. كنت باوريكم زي العيش لمّا اتحط كده على النار، بُصّوا خَد كده ريحة وطعم بطريقة مش طبيعية، على عكس مثلًا لو هتعملي بيض وتغمّسي بيه كده العيش. والحمد لله لحقت كوباية الشاي وشربتها سخنة في اليوم دوّة، ودخلت كده على الأوضة بتاعة ديما كانت صحيت وطلعت برّه قعدت أتفرج على التلفزيون، عملت لها كده فطارها وبعد كده دخلت قُلت بقى أرتّب كده الدنيا على السريع وهي رايقة. كنت عاملة الأوضة دي لسه يعني الفيديو ده متصور بعديها بيومين تقريبًا من الفيديو اللي فات. بُصّوا بقى أنا كنت نشيطة اليومين دول، بُصّي يعني مش عايزة أحسد نفسي، فأنا الأسبوع ده نشيطة وعملت فيديوهات فإن شاء الله تعجبكم. فأنا مش عايزة أحسد نفسي عشان لو حسدت نفسي كده هتلاقيني كده قعدت أسبوع 2 ما انزّلش فيديوهات والاقي حاجة تعطّلني ما اعرفش إيه يعني واكسل كده على الفيديوهات. فهنا دخلت على أوضتها كانت نضيفة الحمد لله وزي الفل،
هي بس مكان السرير مكان ما قامت أنا عدلت الملاية وحطيت لها الكوفرتة بتاعتها وخلاص على كده، ما عملتش حاجة في الأوضة تاني، هو بس السرير وخلاص على كده اتخرجت. المهم بقى إيه، طردتها من الliving، قُلت أرتّبه مكان القعدة، يعني هو ما كانش فيه أي حاجة بس يعني الترويق العادي اللي هو بتاع الصبح، اللي هو مثلًا كنا قاعدين بالليل المخدات اتنحكشت كده، ما كانش في أي حاجة. أنا اليوم اللي قبله زي ما قُلت لكم أنا لمّيت المواعين وكان في كوبايات في الliving مكان ما كنا قاعدين، فما كانش في أي حاجة بس مكان لقعدتنا وخلاص. وأوقات بصراحة الجو لمّا بالاقيه حَر كده ومرخّم، باقوم قاعدة في أوضة النوم واشغّل التكييف وما باقعدش في الliving، تلاقيني على طول قاعدة في الأوضة جوّه. اليوم اللي قبله فما كانش في أي حاجة في الكنبة بس عايز يترتب، أعدل كده المخدات، قُلت حتى لو قعدنا هنعمل أي حاجة تبقى البيت برضه نضيف زي بقية الشقة، يعني في حاجات كنت عاملاها قبلها ما جيتش جنبها تاني، الحاجات بس اللي أنا كنت محتاجة أعملها في اليوم ده هو ده اللي أنا عملته وشاركتها معاكم في الفيديو هتشوفوها اللي أنا عملت فيه إيه. فالمهم إن أنا لمّعت الترابيزة مكان الفطار، وحسيت كده الدنيا بعدين نفّضت الرانر وقُلت بقى ألمّع الخشب والإزاز ده بصراحة اللي كان محتاج إن هو يتلمّع. مش بالمّع كل يوم، بس ممكن كل كام يوم كده لمّا بالاقي حاجة اتطرّبت، باتكلم على الحاجات اللي هي اللي أنتم شايفينها دي الإكسسوارات، يعني ممكن كل 3، 4 أيام، كل أسبوع كده لمّا أحس إن هي فعلًا فيها تراب ومبقعة أو مبصّمة من إيدينا، من إيد دي ساعات بتقعد تلعب في الحاجات دي وتشيل الورد وبتعمل حاجات كده غريبة في الحاجة، فبالمّعها. لكن الترابيزة زي ما أنتم عارفين أنا بالمّعها كل يوم عشان خاطر بناكل عليها، بنشرب عليها، باستغلها أكتر من ترابيزة السفرة في الأكل والشرب، فهي اللي كانت محتاجة إن هي تتلمّع وتتضبّط، فلمّعت الخشب بتاع الأوضة، الترابيزة، المكتبة بتاعة التلفزيون، الرف دوّة، عملت كمان الرف اللي جنب الكنبة. دي الحاجات اللي أنا كنت محتاجة ألمّعها وأضبّطها معاكم وفي يوم يعني كنت مخططة لكده يعني. هي قُلت هاكنس الأرض بالمكنسة كده سريعًا، عشان لو في أي فتافيت، ودي فعلًا كانت دي ما أعرفش لقيت في فتافيت كده شيبسي في الأرض تقريبًا دي ما كانت موقعة وهي بتاكل أو وقعت من كيس من إيديها، أنا مش عارفة، أنا اكتشفت كده يعني. المهم لميتها كده عشان الدنيا كلها تبقى نضيفة، يعني بصوا ترويق أو ترتيب يومي كده سريع بالذات لغرفة الليفينج، عشان خاطر زي ما انتوا عارفين الأكل والشرب والهلك فيها، فمحبش إن هي تبقى متبهدلة قوي. بحاول أحافظ عليها على قد ما أقدر، إن هي أول ما تتبهدل ألمّها كده على طول، أو في آخر يومي، أو مثلًا لو ما قدرتش أعملها بالليل تاني يوم لمّا أصحى أعدل كده المخدات. وعايزة أقول لكم الترويق ده نُص النضافة، يعني أنا مجرد ما باحس إن البيت متروّق باحس إن البيت نضيف، يعني لو واقف بس على تلميع الموضوع بيكون سهل، في 10 دقايق هتلمّعي الخشب اللي في الأوضة كله، أو الإزاز لو أنتِ عندِك إزاز في الأوضة أكتر مش هتاخدي وقت في التلميع بتاع اليوم. طبعًا بقيت آخد وقت أطول في تنفيذ الحاجة أو الحاجات اللي عايزة أعملها في البيت، يعني أنا عقبال ما فطرت وديما صحيت وإياد صحي، بعد كده قعدت معاهم شوية وقعدت ألعب مع إياد لحد ما خد القيلولة بتاعته، هو بياخدها بعد ما بيصحى تقريبًا بساعة أو ساعة وربع كده بيرجع ياخد أول قيلولة ليه، فأنا بقى في الوقت ده بابقى قاعدة بقى معاهم وكده، لو هو ساكت تمام ممكن أقوم أعمل حاجة، لو مش ساكت وبيعيط طبعًا بابقى شايلاه بارضعه أو كده. فهنا بقى حتى وتلاقوني أنا وأنا باشتغل هو كان في وقت القيلولة الأولى، عقبال ما خلّصت يا دوبك يعني قبل ما أكنس كان صحي، فقُلت له بقى تعالَ كده أشيلك، خُش مع ديما جوه اقعدوا في أوضة النوم، وقعدته جوه معاها هو يلعب بقى كده معاها على السجادة اللي هي بتاعة البيانو، بيبقى ملهي كده معاها شوية، قُلت عقبال ما أخلّص وبعد كده أروح آخد break برضه معاهم تاني، وبعد كده بارجع أكمّل. فممكن الحاجة اللي باكون عايزة أعملها في ساعة زمن أو ساعتين، ممكن أقعد طول النهار شغّالة في البيت بسبب الموضوع ده، إن أنا بافصل كده في الشغل وأنا شغّالة بسبب العيال. المهم الموضوع تكوني عارفة هتعملي إيه ومخططة ليومِك إزاي، تستعيني كده بالله وإن شاء الله هتلاقي نفسِك خلصتِ، لإن أنا عارفة إن في ناس كتير يعني أنا كنت كده أول فترة بابقى مش عارفة أعمل إيه، طب أنا مش بالحق أشوف البيت، مش بالحق أعمل أكل، حاسة إن يومي ضايع. بس لمّا الموضوع بيهدى شوية أو البيبي بيكبر شوية بيبقى في نظام أكتر، بتبقي خلاص عارفة إمتى بياخد قيلولة، بياخد قد إيه، بينام قد إيه فترة الليل. أول ما ولدت كان يقول لِك إيه البيبي ينام نامي، ما تعمليش أي حاجة.
بصراحة أنا كنت باعمل كده الوقت اللي كان بيبقى نايم فيه بابقى نايمة، لإني أنا ما بالحقش كنت ساعة باصحى عشان الرضاعة، ساعة، ساعة ونُص باصحى عشان الرضاعة، النوم ما بيبقاش متضبط. دلوقتي الموضوع بيبقى أفضل شوية خلاص، الواحد بقى عارف النوم قد إيه، فترة الليل بتبقى أحسن شوية الواحد بقى ينام فيها. مش شرط بالليل اللي هو مثلًا أبقى أنام بدري، لأ، أنا ممكن يعني بيفضل صاحي للساعة 02:00 و03:00 و04:00، بيبقى صاحي فعلًا صاحي، اللي هو فاتح عينه كده وقاعد لي، فأنا باضطر أبقى قاعدة وأنام، ولمّا أصحى باعمل الحاجة، وزي ما بيقولوا كده في وقت اللي هو القيلولة بتاعته، اللي هو ال4 قيلولات اللي بياخدها في اليوم، أنا باعمل فيها حاجة للبيت، الأكل، لنفسي، باكون مخصصة الوقت دوّة لكده. الوقت اللي هو صاحي فيه بالعب معاه وبانمّي مهاراته، بابقى طبعًا مع ديما، وعشان خاطر بدأنا نراجع دلوقتي عشان خاطر خلاص داخلين على المدرسة، فبدأت أراجع معاها ونحل الشيتات بتاعة المدرسة، عشان نرجع كده ما تبقاش ناسية كل حاجة. المهم زي ما أنتم شايفين كده في الفيديو، أنا كان عندي غسيل لمّيته والreception عندي كان نضيف، يا دوبك بس لمّعت الإزاز والخشب زي ما قُلت لكم. دخلت على المطبخ لمّيت المواعين من الغسالة ورصيتهم الحمد لله في مكانهم. كان عندي هنا رُمّان غسلته وخبطت كده عليه بالسكينة، كنت باوريكم مُتعب أوي موضوع تفصيص الرُمّان ده، ما باحبوش، بس بصراحة أنا باحب طعمه، ففصّصته كده وأنا قاعدة. لمّا باحس إن طعمه مش حلو أو مش مسكّر أوي، باحط شوية مَيّة وسُكّر زي ما أنتم شايفين، وباغطّيهم واسيبهم بقى في التلاجة كام ساعة كده بس في التلاجة، هتلاقي السُكّر ده داب وخَد الطعم، وطعمه بيبقى حلو أوي، المَيّة اللي بتبقى فيه من السُكّر دي بتبقى طعمها حلو جدًا. فأنتم لو عندكم رُمّان مش مسكّر اعملوا الطريقة دي، هتبقى حلوة وهيعجبكم طعمه. تعالوا بقى يا حلوين نجهّز كده الغدا مع بعض. كان عندي طماطم لحقتها، كان بقى لها كذا يوم في الدرج بتاع التلاجة، وكنت ناسياها خالص، وكنت جايبة كمية، وكان في دماغي إن أنا أشيلها في الفريزر، وما أعرفش أنا إزاي نسيتها. المهم قطّعتهم كده كلّهم، وقُلت أستخدم الحمد لله إن هي كانت سليمة ما حصلهاش حاجة، فقُلت أستخدم على القد قطّعته كلّه، والباقي باحطه في الفريزر. فخدت كده على قد استخدامي النهارده، وضربتهم بالهاند بلندر كده على السريع. قُلت أعمل كده شوية مكرونة بالطماطم، وأعمل الغدا معاكم. فالمهم أنا حطيت المكرونة والمَيّة بتاعتها عشان تتسلق، وقُلت أسلق كمان كبد وقوانص، بقى لي كتير ما عملتهاش، وقُلت أعملها معاكم النهارده. أنا الكبد والقوانص ما باشتريهاش مخصوص، أنا باجمّعها من الفراخ اللي باجيبها على مدار بقى أي فترة، على حسب ما هاجيب، يعني مثلًا جِبت في الشهر ده فرختين، 3، 4 أيًا كان العدد اللي جِبته، باخد الكبد والقوانص بتاعهم وأحطهم في قلب كيس واشيلهم، والشهر اللي بعده وهكذا. بس طبعًا باكون غاسلاهم مع الفراخ اللي باجيبها، فباشيلها في الفريزر وبينفعوني في وجبة زي كده. عايزة أعملها مش باضطر إن أنا أجيبها مخصوص ولا حاجة. فأنا الكبد والقوانص باغسلها كويس جدًا، وفي هنا بس لمّا طلعتها يا دوبك شطفتهم بمَيّة وشوية دقيق، وباقطّعهم قطعتين، بالذات القوانص باقطّعها نُصّين. وباسلقها عادي زي ما باسلق الفراخ أو اللحمة. بس باحط القوانص الأول، يعني قبل الكبد بحوالي 5 دقايق، 10 دقايق على حسب، باسيبها كده تستوي شوية، لإن هي بتاخد سِوَى أكتر من الكبد. فبس عشان كده قُلت أعملها الأول، وعملت طبعًا الطماطم بتاعة المكرونة، وهاسيبها كده تتسلق مع بعض. قُلت قبل ما أجهّز الخضار بتاعها، أنا باحب أعملها كده على طول، يعني أنا ما باحبش الدسومية بتاعة الكبد والقوانص، عارفين هي بتبقى من الحاجات الدسمة، على عكس الفراخ مثلًا أو اللحمة، زيّها يعتبر زي البط والحمام، يعني الدسومية بتاعتها قوية، فأنا ما باحبش الدسومية دي أوي، فباسلقها وما باحتاجش شوربة، حتى ما باستخدمهاش بارميها، ما باحبش إن أنا أعمل بيها أكل أو شُرب. فباخد بس الكبد والقوانص، ننزّل الدهون بتاعتها، الزفارة، الحاجات دي كلّها، وبعد كده أنا بقى باحب أضبّط لها كده تشويحة تانية، وأحط بقى التوابل بتاعتي، وأحط أي خضار عندي. فأنا باحب أعملها أوي بالبصل والخضار، يعني مثلًا عندي فلفل ألوان أقوم حاطاه، بيكون طعمها حلو أوي وبيستوي كده كلّه مع بعض. فأنا حطيت طبعًا الأول القوانص والكبد وسِبتها كده تستوي، قُلت بقى عقبال ما أجهّز الخضار بتاعي، قطّعت بصل وفلفل ألوان
وقلت اعملها كده بالكبد والقوانص. نفس الفكره اللي انا بحب اعمل بيها اللحمه، نفس القصه كده. انا ما بحبش اكل لحمه مسلوقه كده الا لو هعمل فته، لكن لو عايز اعمل لحمه كده اكلها برضو بسلقها، وفي نفس الوقت بقطع لها بصلتين حلوين كده كبار، شوية سمنة على زيت كده، واشوحهم واحط بقى التوابل بتاعتي وجوز الطيب. بصوا بتبقى حلوة قوي قوي، بتحس ان هي مكرملة كده من كتر البصل والصوص اللي بينزل منها. هنا عملت ايه بقى؟ هنا حطيت شوية زيت على شوية سمنة، ونزلت بالخضار بتاعي بشوحه كده، حطيت ملح وفلفل، بدي تشويحة كده للخضار حوالي 5 دقايق يا دوبك بس يدبل كده مع بعض. وبعدين بنزل بالكبد والقوانص والقلوب اللي هي بتاعت الفراخ كلها. وبعد كده بحط بقى التوابل بتاعتي، بحط ملح واحط فلفل، احط رشه من جوز الطيب، شويه قرفه، شويه جنزبيل، بهارات من الفراخ. وبصوا طعم الكبد والقوانص في حته تانية خالص. انا ما بحبش اعملها كده مره واحده من غير ما اسلقها عشان ما تنشفش معايا مع في التسويه، لكن السلق بيخلي طعمها حلو قوي. وهنا بقى عملت المكرونه. انا بحط الكمون في الاخر، يعني قبل كده ما احط المكرونه بشيل شويه صلصه كده استخدمهم للشطه عشان انا بحبها يكون فيها شطه. فباخد شويه صلصه على جنب عشان طبعا ديمه. وبعد كده بحط بقى الكمون بتاعي، واقوم حاطه المكرونه بقى، وطعمها بتبقى حكايه. المهم عايزاكم تجربوا الطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم، مش هتحسوا بزفارة خالص في الاكل، وهتحسوا ان طعمها حلو، هتستوي معاكم من غير ما تنشف خالص. وبس كده انا حطيت الغدا وقلت اوريكم كده، حطيت ليا والمحمد والديمة. وبصوا بقى شكل الكبد القوانص عامل ازاي، طعمها كانت حلوه جدا. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. طبعا لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي ومكملين الفيديو، يا ريت تنزلي تكتبي لي في الكومنتات، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. واشوفك على خير فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم قد الدنيا، باي باي، مع السلامة.